تخيل معايا للحظة أنت قاعد في بيتك والباب بيخبط عليك، تفتح تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، ومش بس كده، ده بيقول لك أنا جاي أقرأ عليك سورة من القرآن مخصوص. أنت متخيل الإحساس؟ الموقف ده ما حصلش في الخيال، ده حصل بجد مع بطل حكايتنا سيد القراء الصحابي أبي بن كعب. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال له جملة توقف القلب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي رضي الله عنه من الصدمة والذهول سأل النبي سؤال واحد بس، سؤال كله رجاء: الله سماني لك؟ يعني يا رسول الله ربنا ذكر اسمي أنا تحديدا فوق 7 سماوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد بكلمة واحدة بس: نعم. هنا أبي ما قدرش يمسك نفسه وانفجر في البكاء. دي ما كانتش دموع عادية، دي دموع يقين إن صوته وتلاوته متقدرة عند ربنا. الخلاصة يا صديقي، ربنا شايفك وسمعك ومقدر مجهودك حتى لو أنت حاسس إنك منسي وسط الناس. ما تستناش التقدير أو اللايك أو الشير من حد، كفاية إن اسمك يكون معروف في السماء. ودي كانت حكاية صحابي سمع اسمه في رسالة من ربنا، ودي كانت آخر حكاية لينا في رمضان. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم. استنونا بعد العيد هنكمل رحلتنا، لأن اليقين ما بيخلصش. سلام.